شهدانا. من مؤتمر إصدار إلى الرأي العام تنديدا بقتل وانتحار النساء منذ بداية ثورة روج آفا إلى يومنا هذا. كان هناك بلا شك نضال من أجل حقوق المرأة في الحرية والمساواة، لكن على الرغم من النضال الذي تم خوضه ونتيجة العقلية المجتمعية السائدة في المجتمع وتزويجها وهي قاصر تحت اسم العادات والتقاليد، وما تزال المرأة تواجه القتل والانتحار. اليوم في تل حميس تم قتل امرأة تبلغ من العمر 27 عاما ولديها 5 أبناء بسبب العقلية الاجتماعية السائدة فقط لأنها امرأة. أحيانا تجد المرأة الحل الوحيد في قتل نفسها بسبب العنف الممارس عليها، وإننا كمؤتمر إصدار ودار مرأة نرى هذا خطر على حياة النساء ويراه المجتمع مشروعا، لأن المرأة لا تزال تعامل معاملة الشرف، كما أن جرائم القتل التي تمارس بحق النساء والانتحار وقد ازدادت، وأن المرأة تحرم من حقوقها الطبيعية، والسبب في ذلك العقلية السائدة للرجل الذي ينكر وجودها ويطالب بفرض سلطتها عليها من أجل أن تفقد هويتها. ونحن كتنظيم نسائي ندين قتل النساء تحت أي مسمى. يجب عدم قتل المرأة ويجب أن لا تقتل هي نفسها. نحن كنساء جئنا إلى هنا إلى نشر بذور الثورة، لقد جئنا إلى هنا لإعادة بناء الحياة وإنعاشها. هذا المكان الذي تم فيه ردع الهجمات الأكثر وحشية لداعش، هذا هو المكان الذي تم فيه تقديم أرواح آلاف النساء مثل الشهيدة هند وسعدة في معركة الحق ضد الباطل. يوما بعد يوم يتزايد عدد النساء اللواتي تنظمن أنفسهن وتقاتلن على الرغم من الهجمات المتواصلة للدولة التركية التي تعمل بهدف قتل شعب روج آفا وتهجيره. إن هذا العنف الذي ينظر إليه على أنه أمر طبيعي في كل مكان لم يعد طبيعيا بالنسبة لنا، ولهذا السبب جئنا إلى هنا سواء كان ذلك في النور أو في الظلام الحالك. فالعنف ظاهرة لا يمكن قبولها في أي موقف أو أي جزء من جسد المرأة ولا لأي فعل للسيطرة عليها، فمن خلال إظهار المرأة على أنها سبب كل الشرور تم تبرير جميع أنواع الفظاعة والقتل ضدها. وثورتنا اليوم هي ضد وجود ذلك القاتل، وهي تعالج جذور القمع والسلطة الأبوية في كل مكان. هذه الثورة موجودة واضحة بذاتها، فالنضال في شمال وشرق سوريا لا يشن فقط من أجل الحصول على حياة كريمة، بل الوقوف في وجه الذهنية الرجعية المتفشية في جميع أنحاء العالم. وفي الختام، نحن كنساء في ناحية تل حميس لن نسمح بدفننا أو قتلنا. نحن ننظم أنفسنا وندافع عنها ونقاتل ونناضل لكي نتمكن من وقف جرائم القتل ووضع حد لتلك العقلية، فإننا نسير على خطى النساء اللواتي رفعن رؤوسهن ضد السلطة القمعية، وعلى هذا الأساس ندعو إلى النضال ضد جرائم القتل اليومية وإلى حياة مشتركة لجميع نساء العالم. بدون المرأة لا حياة بدون المرأة، لا حياة بدون المرأة، لا حياة بدون المرأة.